تورتة التونة نجمة الأعياد والمناسبات الحلوة. دي مكوناتنا. وفي بولة ونزلت بحوالي كوباية مايونيز و3 علب تونة متصفي منهم الزيت، و4 كوبايات زبادي لو صغيرين و3 لو وسط، وبنزل عليهم بعصير ليمونتين وبقلب كويس. ما تستغنيش عن الزبادي علشان تكون خفيفة، وما تكتريش المايونيز علشان ما تبقاش تقيلة. حط شوية ملح وفلفل وقلبها. التوست بتاعي بقطع الحروف بتاعته، وطبعا ده ما بيترميش، بيتعمل بقسماط. في صينية التشيز كيك بحط اول طبقة من التوست وبنزل عليهم بشوية مايونيز، وبجيب الخليط لحد الحرف، وبنزل بالطبقة التانية. ودي خبرة 15 سنة مشهورة بيها في عيلتي، احلى تورتة تونة. وبنزل بالكمية التانية. طبعا ما بنحطش بصل علشان البصل بيغير طعم. ودي اخر طبقة، بنزل بالتوست وبملى كل الجوانب والحروف برضو توست، وبنزل باخر شوية مايونيز وتونة. وانا بسويها كده بضغط عليها عشان تمسك في بعضها. بعمل كروسات كده الى حد ما بتكون متساوية. بنزل بقى بفلفل احمر وبخيار متقطع صغير، ولازم تكون السكينة بتاعتك حامية علشان تبقى متساوية، الحاجة بتاعتك مش مهرية. وبجزر وشوية جبنة رومي مبشورين. وده شكلها. دخلتها التلاجة ساعتين، ولما خرجت بسويها كده وبشيل الكفر ده، وببتدي اساوي الحروف. وبقيت الفلفل والجزر والحاجة اللي عندي بحطها في الجناب، وبضغط عليها كويس، وبضغط عليها بسكينة او سكرابر او اي حاجة. وهنا بعمل قلب. عملت قلب احمر، والقلب الاصفر مصورش، وده لل5 6 اللي بيشجعوني. وبدخلها التلاجة، وصحتين وعافية على قلبكم.